في الخطر. الصفقة الرابعة، خليني بقى اقول لك معلومات دقيقة للغاية. الناس كلها دلوقتي مستنية عايزة تعرف مين اللاعب الأجنبي الثاني اللي هيتم التعاقد معاه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية. فالكلام لحد امبارح احنا قلنا لحضراتكم في بن شرقي وفي ايفرتون وفي كوتيسا وفي أيضا شوارف. الأمور خلاص أصبحت شبه محسومة، شبه محسومة. فركز معايا بالظبط في الكلام اللي هقوله لك. النادي الأهلي حصل بالفعل على توقيع أشرف بن شرقي نجم نادي الزمالك السابق. تاني، النادي الأهلي حصل على توقيع أشرف بن شرقي نجم نادي الزمالك السابق ونجم الريان القطري الحالي عبر الإيميل. يا رجال ارجع واعزم كل مرة دي، هي دي جدعنة ابن النادي، ابن النادي ابن النادي. طب يا بن قلبي ايه؟ كمل بقى يا عم، يا عم كمل معانا يا عم. ايه المشكلة؟ يا سيدي ربنا يرزقك يا عم والله العظيم، والزمالك زي الفل والناس عايزينك والمستشار عايزك وامير واللعيبه بيحبوك وجمهور الزمالك عايزك وبيحبك. رقم واحد انا دولة، انا جيت انا زولك، مين فيكم بطل يجي جولة، التليوم بكلمة دولك. تعالوا نبتدي بالنشرة الجوية. النشرة الجوية دي أول حاجة معانا النهاردة. الجو بن شرقي حار صيفا، بن شرقي ممطر شتاء. يعني بن شرقي حار صيفا وبن شرقي ممطر، مش ممطر بقى مية، هيبقى ممطر أهداف. يخرب عقلك ده انت مسخرة. يا بن قلبي يا عم عديها، الفلوس مش كل حاجة. مصر حلوة وجميلة وبتحبك اهي، وانت رحت في حتة تالتة دلوقتي، انت بقيت في حتة تالتة. اعدائي ريحكم ففحيت، مش هعتق فيكم وحيد، هكسر فيكم ما انا دحيت، لحد الله مقلوش ليه. ودي صورة بن قلبي في المطار عشان يعمل الكشف الطبي. يا رب تطلع حامل. وهيعمل الكشف الطبي فين؟ طبعا في الاهلي. طب انا احط الصورة دي فين؟ طب والله العظيم بكبر. لا يا عم، يا عم عيب يا عم، استغفر الله العظيم يا رب. فاتمنى انك تراجع نفسك. انا احساسي معرفش، عندي احساس كده ان ممكن يعني تزقزق معاه الحكايه. اهدى يا قلبي اهدى واستنى، حلم ده ولا بتمنى، هو ده حبيبنا اللي دوبنا، هو ده اسمه، هي دي الرنة. على هذه اللقطة بالقلوب أشرب بالقلب الآن، هكذا كان يسميه جمهور الزمالك. طب ما انتوا لو خدتوا زيزو احنا ممكن نشجع معاكم الاهلي. معاكم معلش يا كابتن، معلش. معلش يا كابتن، سامحنا.